يا صباح الفل ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين على احلى اخوات واحلى متابعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، او مساء الخير حسب ما الفيديو هينزل لكم. انتوا بجد احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا. هنعمل بقى تنظيفات العميقة بس. والخروجة بتاع النهاردة خروجة حلوة. الفيديو النهاردة فيديو جامد جدا، في شوية تفاصيل حلوة كده، في شوية حاجات حلوة كده. حبيت بس اخد لكم لقطات من موضوع البلكونة، لان موضوع البلكونة ده جاب لي كومنتات كتير قوي. ازاي اللي انتي كتمتي البلكونه، ازاي اللي انت عملتي في البلكونه كده، برغم الفيديو اللي فات نزلت لكم فيه كل حاجه ونزلت لكم فيه التفاصيل كلها. النهارده بقى الفيديو منوع، من البلكونه لتربيه الطيور لخروجه في الغيط. حبيت بقى اللي احنا كده نجدد مع بعض ونعمل ايه حاجه مختلفه. بصوا يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، طبعا انتوا على راسي وعلى دماغي من فوق. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، البلكونه اللهم بارك كبيره، ومساحتها كبيره جدا جدا، ومكشوفه على الجيران كلها داير ما يدور. فانا حبيت ان انا استر نفسي واستر عيالي واستر بيتي. نفس الوقت الاوضه بردك اللي فيها اوضه النوم هعمل لها ستاره بين الحمام بردك، لان الحمام مجرد ما بفتح الشباك بتاعه بتكشف على الجيران كلها، فطبعا ما ينفعش. زي ما انتم شايفين البلكونه من هنا مكشوفه على الجيران، ومن الناحيه التانية مكشوفه على الاربع جيران. يعني بصوا البلكونه الشقه كلها مكشوفه على الجيران، فما ينفعش يبقى فيه فتحات تهويه زي شباك بلكونه او شباك عادي اسيبه مكشوف. يا احط له ستاره من بره يا احط له ستاره من جوه. فعشان خاطر احط ستاره على كل شباك واجيب ستاير من جوه شكلها شيك وحلو هتكلفني كتير. زي ما انا قلت لكم المتر من دون ب50 جنيه، مش هيكلفني حاجه. ده يكون خلصنا بقى من البلكونه وموضوع البلكونه. نيجي بقى عن موضوع الفراخ. الفراخ في الحر دون ما بتكبرش بسرعة، لازم نعمل حاجات كده تنشطها، ولازم نعمل حاجات تعمل لها يعني ايه تشيل الحرارة اللي في جسمها. وزي ما انتم شايفين البوكسة ما هياش نظيفة، هنضفها واعمل لها شوية نشارة حلوين كده. ما نحطش يا جماعة في الجو الحر ده، لو انا بربي في بوكسة زي ما انت بتربي زي كده ما تحطيش جير مطفي بتاع الفراخ، ما تحطيش، لان الجير بيبقى حامي. لو انت بتربي على الارض حطي براحتك ما تخافيش. هعمل ايه؟ هحط لهم ميه بليمون، هحط ميه بليمون. في الجو الحر ده كانت الساعه دلوقتي كانت الساعه 2 وانا بسجل لكم الفيديو ده. فاحلى حاجه اللي انا اعملها دلوقتي يعني نحط فيتامين سي الاقراص، يعني نحط ليمون يا نحط نعناع. احسن حاجه دول انك انت ترفعي درجات الحراره، تقللي درجات الحراره من جسم الفراخ. زي ما انتم شايفين كده الفرخ بينهج. ولو انت عندك مروحه حطها لهم، مفيش اي مشكله لهم. تعالوا بقى كده ناخدكم خروجه حلوه كده في الغيط. الصراحه الفيديو ده كان عندي قديم قوي قوي قوي. حبيت افتكر معاكم اجواء الغيط، وحبيت ان انا افتكر معاكم كل حاجة حلوة. لازم أن الواحد يفصل شوية الصراحة يا بنات من مشاكل البيت وضغوطات الحياة والقعدة في البيت والحاجات دي. ولازم أن اقل ما فيها خالص تروحي تهوي نفسك شوية. لو هتخرجي عند امك، عند مرات اخوكي، عند اختك، عند اي حد. طبعا عشان تقولي عند عيال ما ينفعش ان احنا نخرج نروح عند حد. لو انت حتى هتخرجي، لو انت زينا كده في الارياف طلعت تمشي بين الميتين، المهم اقسم بالله لازم تخرجي، لازم تهوي نفسك من ضغوطات الحياة والحاجات دي. بتبقى عيشة صعبة جدا جدا جدا. يا ربنا يا رب. يعني بصوا مش قادرة اوصف لكم انا الحزن مالي جوايا ازاي النهاردة وانا بسجل لكم الفيديو. وانا مش عايزة اديكم طاقة سلبية، بس بالله عليكم ادعوا لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة. احنا قريتنا النهاردة ربنا يا رب يصبر قلب كل أم وقلب كل أب على ضناه. احنا النهاردة من القرية عندنا توفوا إلى رحمة الله 3 شباب زي الفل. أولا 2 أولا شاب في الغربة. زي ما بيقولوا الغربة كربة، وربنا يعين المغترب على حاله. والمغترب دون بيبقى صعب، وبيبقى قرشه جاي بالدم زي ما بنسمع من امهاتنا وابهاتنا
قرش المغترب ده بيجي بالغربة، وبيجي بالعذاب، وبيجي بحاجات وحشة خالص. ربنا يا رب يسترها معاهم المغتربين، ويكفينا شر فواجع الأقدار. ثانيا، حصلت حادثة عندنا النهاردة على الكوبري بتاعنا، وراح فيها ضحيتين، زي الورد وزي الفل. ربنا يا رب مات واحد في ساعتها، وواحد في المستشفى. ادعوا لهم بالرحمة، ورب ينجي المتصاب ويرجعه لأهله سالم غانم. بصوا يا جماعة، زي ما عشت الأرياف حلوة في خروجات، في فسح، في حاجات كتير قوي، زي ما عشت الأرياف وحشة. أقسم بالله عشت المدينة حلوة في حاجات ووحشة في حاجات. عشت الأرياف وحشة في اللي كل واحد بيبص للتاني في لقمة أكل عيشه، في كم خلف، كم عيل خلف، جدعان ولا مخلف بنات، سافر بره ولا ما سافرش، معاه فلوس ولا ما معهوش، بنى بيت ولا ما بناش، اشترى عربية ولا ما اشتراش، جوز كان بنت ولا ما جوزش. الأرياف وحشة في الحتة دي، وحلوة ان الناس بيقفوا جنب بعض، بيحبوا بعض، بيودوا بعض، بيخافوا على بعض. بس كل واحد بيبص في عيشة التاني. اقسم بالله هي دي عيشتنا في الأرياف. يعني ممكن تبقى انت قاعدة عارفين عنك كل حاجة، انت حاجات ما تعرفهاش، يقولوا لك حاجات انت اصلا ما هيش فيكي. يعني انا اقسم بالله عندي بالقناه ناس النهارده بتقول لي مبروك عليكي، احنا سمعنا ان انت خدتي فلوس واشتريتي شقه وحاجات غريبه كده، اقسم بالله ما حصل. وفي حاجات كده بتحصل في الحياه انت ما تبقيش عارفاها، هما بيعرفوا. المطلقت امتى، اتجوزت امتى، خلفت امتى، هتتجوز امتى، الحاجات دي كلها. فاللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. زي ما انا قلت لكم، عشت الارياف حلوه في شيء ووحشه في شيء. حلوه ان انت تعبتي واتخنقتي، هتطلعي تقعدي مع جارتك شويه على المصطبه، هتتكلموا مع بعض، هتودوا بعض، هتخافوا على بعض، حاجات كتير كده. وحشه اللي هما بيبصوا في، يعني في حياة بعض. وفي الله مرحم ربي طبعا. انا مش بوحش في الارياف، انا منهم، وانا عامل زي السمك اللي عمره في حياته ما يعرف يطلع بره. في نفس الوقت لما يكون يعني بقى في واحد مغترب كده، ويكون عايش عمره كله في السعودية او في مغترب في اي دولة عربية او اي دولة اجنبية، ويجي بعد شقة طويل وبعد عمر سنين، يجي ربنا يكرمه ويبني له بيت، او يشتري له شقة، او يجيب لمراته ذهب، او ياخد معاه مراته السعودية او الامارات او الدول العربية. ده فلان بنى بيت، ده فلان جاب عربية، ده فلان اشترى ارض، ده فلان عمل مش عارفة ايه. ما انتوا ما تشوفوا، هو بيجي قلب امه، بيجي بالسواد، بيجي بالدم، بيجي بالغربة، بيجي بعيد عن اهله، بعيد عن عياله. انت بيجي عندك عيد ملمومة بين اهلك وبين اصحابك وبين اخواتك. انت بيجي عندك عيد، لو ما بتروحش لاختك، اختك بتلاقيها جايالك. هو دون بيجي عليه العيد ما بيحسش بيه غير بالتليفون، يلاقيه ماسك التليفون ويعيد على اهله بحتة حديدة. انت لو عيد بتلاقي 1000 واحد يجيلك ويزورك في البيت. هو لو عيل مغترب ما بيلاقيش حد يجيله. المغترب الله يعينه، الله يعينه، الله يعينه على حاله. وكفينا شر فواجع الأقدار. يا رب كفينا شر فواجع الأقدار، اللهم امين يا رب العالمين. حياة المدينة بقى حلوة في ايه؟ سافر روح جه، محدش له دعوة بالتاني، كسكان عايشين مع بعض، محدش يعرف علاقة عن التاني خالص، ولا لهم دعوة ده سافر، ولا لهم دعوة ده راح ده جه، ولا لهم دعوة بأي حاجة، محدش يعرف حاجة عن أي حد. دي أحلى حاجة في المدينة. أوحش حاجة في المدينة لا قدر الله لو انت حصل لك أي حاجة، ما بتلاقيش حد يقف جنبك، ما بتلاقيش حد يسندك، ما بتلاقيش حد يودك. اما انت لو عيتي وقلت يا جارتي انا ماليش بنات، وناديت على جارتك، بعت ابنك لجارتك، جارتك هتقف جنبك وهتسندك. لو عاوزه تروح للدكتور وما معكش فلوس، جارتك هتديكي فلوس. في المدينه ما فيهاش الحاجات دي. زي ما كل حاجة وحشة، زي ما كل حاجة حلوة. في الأرياف حلوة، فيها بردك الوحش وفيها الحلو. بس أنا اللي عاوزة أوصله لكم إن المغترب، أنا بيصعب عليا بس الناس المغتربين. أنا أقسم بالله أنا باجي أتحايل على أبو محمد كتير قوي، أقعد أقول له سافر، إحنا لسه عيالنا صغيرين، لازم نعمل مستقبل لعيالنا وهم صغيرين. اللي مش هيعمل لعياله وهو صغير مش هيعمل وهو كبير. وارجع اقول تاني يا ربي يبعد عن عياله سنة واتنين وتلاتة وخمسة وعشرة، وعياله يكبروا وهو يكبر بيروح شاب بيجي عجوز. ففي حاجات كتير كده في حياتنا
وعندي كمان فكرة ان ابو محمد يقولك لا انا ما بحبش الغربة. الغربة كربة، يعني الغربة كربة وهو عايش بعيد عن امه، بعيد عن مراته، بعيد عن عياله. بيقعدوا بالسنة، بيقعدوا بالاتنين، بيقعدوا بالتلاتة، ما بيشوفش اهله، ما بيشوفش مراته، ما بيشوفش عياله، ما بيشوفش اي حاجة خالص. فبيبقى هو اساسا حزين من جواه. بس في نفس الوقت زي ما انا بقول لجوزي كده، اعمل مستقبل لعيالك. انا عندي جوزي وانا مقتنعت بكده الحمد لله. انا جوزي عندي يقول لي الرزق هنا رزق هناك، رزق في كل حتة. لو ربنا كاتب ان انا يبقى ليا بيت ويبقى ليا مكان وعيالهم مستقبلهم حلو، هيبقى مناش خلاص. فالحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يعين كل على حاله، وربنا يعين المغتربين بالذات. ربنا يا رب يكرمهم ويبعد عنهم شر فواجع الاقدار، وبعد عنهم شر المستخبي. قولوا امين. وادعوا الموتانا بالله عليكم وموتى المسلمين بالرحمة اجمعين. وربنا يصبر كل ام مكلومة على ابنها ومكلومة على ضناها، وربنا يصبر كل اب مجروح على ابنه ومجروح على ضناه. فراق الضنا صعب جدا جدا جدا، الفراق صعب. انا بقى مش عاوزه انتوا تقولوا لي يا دعاء انت بتخرجينا خروجه وفي نفس الوقت بتكلمينا عن الموت والحياه والحسد والحاجات دي. ده واقع بنعيش فيه اقسم بالله. لان انا لما بتكلم في الحاجات دي وبتكلم في خصوصيات العيشه والمعيشه والحاجات دي، بيخش لي ناس تقول لي إيه انت نكديه، انت مش قناتك مش حلوه، انت مش بتضحكي، انت قناتك مش ترفيهيه، قناتك مش عارفه ايه. انا واحده ست بيت زي اي بيت مصري، بيعدي عليه الحلو، بيعدي عليه الوحش، بيعدي عليه الكويس، وبيعدي عليه اللي كنتي انك انت ايه، انك انت في بيتك ممكن يوم تبقى مبسوطه ويوم تبقى سعيده، يوم تبقى نايمه فرحانه ويوم تبقى نايمه تعيسه، يوم تبقى زعلانه من جوزك ويوم تبقى مبسوطه مع جوزك، يوم تبقى متخانقه مع حماتك ويوم تبقى مبسوطه مع حماتك، يوم تبقى ضربه سلفتك ويوم سلفتك ضرباكي. انا ست بيت، انا ست بيت. إيه، عاوزين نصنع لكم الحياه زي ما الحياه متصنعه، واطلع ابين لكم على قناتي احسن ما عندي واحسن كل حاجه وابين لكم ان انا سعيده، وابين لكم ان انا مبسوطه، واكل احسن اكل والبس احسن لبس. انا عندي استعداد اعمل كل الحاجات دي، وعندي استعداد اصرف على القناه، وعندي استعداد ان احنا نتكلم في مواضيع تافهه بس انا بتكلم بمنظور اللي انا زيكم. انا زيكم. هتلاقوا انتوا بتتفرجوا عليا في زيكم، في زي كده كتير منكم. كل اخت وكل اخت بتتفرج عليا هتلاقي حياتها كده، فيها شويه حلوين، فيها شويه وحشين. هتلاقي لها اخ، لها اخت، لها ابن عم، لها ابن خال مغترب ما شافتوش بقالها سنين. يعني انا عند اخويا ربنا يا رب يجيبه بالسلامه ويبعد عنه الشر، ويبعد عنه شر الحاقدين وشر الحاسدين. انا ما شفتوش اخويا بقى لي 6 سنين. يصعب عليا ان يعدي عيد واتنين وتلاتة ما اشوفش اخويا، بحكم شغله وبحكم ظروفه وبحكم دنيته. هتلاقي زي كده كتير. هتلاقي واحدة زي كده جوزها مسافر بيجيلها بعد سنتين 2. هتلاقي زي كده كتير، وزي عيالي كده كتير. اب ما شافش عياله بعد سنة، بعد 2، بعد 3. بيشوفهم شهر في السنة، بيشوفهم شهرين في السنة، بيشوفهم 3 سنين في السنة. عندي كده كتير. هتلاقي زي كده واحدة زي فقدت فقدت اب، فقدت اخ، فقدت ابن عم، فقدت ابن خال، فقدت حاجات كتير. طبعا ربنا يخلي له امي ويخلي له اخواتي ويبعد عنهم كل الشر يا رب، اللهم امين. وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. انا ست طبيعية ما بصطنعش الحاجة، وبحب كومنتاتكم وبحب ارائكم اقسم بالله. واي حد بيكتب لي اي حاجه ببقى مبسوطه وفرحانه. بحب الحاجات دي كلها. بس يعني انا عاوزه اعيش معاكم الحياه طبيعيه، مش عاوزه مصنعات، مش عاوزه اللي انا ابقى مش انا دعاء. عاوزه اقدم لكم محتوى دعاء اليوم الطبيعي بتاعي. ده كده كنا بنروح الغيط قبل ما كنت ان احنا ما نروحش الغيط. احنا دلوقتي ما رحناش الغيط من بعد الفيديو ده، دخلنا في سنه دلوقتي. الفيديو ده معايا بقاله سنه، الفيديو ده معايا بقاله سنة. احنا ما رحناش الغيط بقالنا سنة. يعني طبعا العلاقات زي ما انتوا عارفين اتقطعت، وما عادش لنا علاقة بكده، وما عادش ينفع نروح الغيط، ولا قلنا ينفع نروح نصور هناك ولا اي حاجة. احنا بقالنا سنة من بعد الفيديو ده ما رحناش هناك.
ورحنا صورنا هناك خالص. فانا حبيت والله وانا بتفرج كده وبقلب بالصدفه على في الاستوديو بتاع الصور، لقيت الفيديو ده قلت والله العظيم لا هنزله وافتكر مع يعني افتكر حاجات حلوه كده يعني مهما كان. وانا من طبيعه الحال ان الناس اللي بتحب الخروجات وبتحب المجاية وبتحب الفسح وبتحب القعده مع الاحباب وبتحب القعده مع الصحاب، واللي يعرفني يعرف ان انا بحب الخلطه وبحب العشره وبحب اللي انا مبقاش قافله على نفسي باب ولا ابقى قافله على نفسي لوحدي وماليش دعوه بجارتي. ولو جارتي عندها موقف ما اقفش جنبها، انا مش كده الحمد لله ولله الحمد. انا اعوذ بالله من قلت انا واحده جدعه، اللي يعرفني يعرف ان انا واحده جدعه جدا 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 جدا. يا رب الحمد لله على كل حال. حبيت ان انا انزل معاكم الفيديو النهارده، حبيت ان انا اقول لكم معلومات بسيطه عن تربيه الطيور، حبيت برضك ان انا اقول لكم وجهه نظري من فكره ان انا قفلت البلكونات كلها. ان شاء الله باذن الله مستنيه اول الشهر كده اوفر حتى 300 400 جنيه اروح اجيب بهم ستاير لبقيه البلكونه اوضه النوم. وهنزل لكم الفيديو الجاي بتاع اوضه النوم ان شاء الله، تجديدات اوضه النوم، استنوا مني بقى احلى تجديدات في الشقه الجديده بتاع اوضه النوم بتاعتي. انا جددت اوضه النوم مش قادره اوصف لكم. سيبوا لي ارائكم في الكومنتات بالله عليكم، واكتبوا لي كل حاجه حلوه كده، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم وكومنتاتكم اللي بتبسطني وتدعمني. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. في الوقت ده بقى انا كنت كده ايه بعمل السلطه. ابو محمد بيقول لي انت قاعده تعملي السلطه وبتقطعي شمال ويمين، بقول له ما انا بقشر بصل، ما عادي مش مشكله يعني. انا كنت غاسله الحاجات دي كويس فاكراها وجايبه بقى معايا ملح وكل حاجه. المهم يعني اللي انا كنت عاوزه انزل لكم الفيديو بطبيعته، بس للاسف معرفتش. في حاجات كتير كنت بتكلم فيها انا والعيال. محمد بيقول لي يا ماما تتخيلي احنا لو جينا بنينا هنا، بقول له يا ريت الواحد يصحى الصبح كده على صوت العصافير والمنظر الطبيعي والهدوء النفسي ومفيش اختلاط بحد وماليش دعوه بحد وماليش دعوه بجيران، والحته ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين، اراضي فقط لا غير كده زي ما انتم شايفين كده. ابو محمد بيوريكم اهو اراضي ما فيهاش اي حاجه، فيها بيوت وكل حاجه بس كل بيت بعيد عن بيت. ده بقى من الاكل بتاعنا، ومحمد كان بيفرش الفرشه اللي احنا هناكل عليها ونحط بقى الغدا. والف هنا يا رب للي داق وبالف هنا للي شاف. كل لقمه بتنادي اكلها، اقسم بالله كل لقمه بتنادي اكلها. انا كنت عاوزه اخد الاكل بالقد فاكره في اليوم ده، وانا ابو محمد لا قال لي خدي اكل بزياده ممكن يكون حد ماشي اقول له اتفضل يقوم قايل لي شكرا، لا اقول له لا والله تعالى بجد اتغدى يقوم نازل متغدى معايا. فقلت له فعلا فعلا ده اللي حصل. احنا بنتغدى ناس معديين يا ابو محمد قال لهم اتفضلوا لا يا عم الحاج احنا متغديين، قالوا لا والله ده احنا عندنا مشوي. ابو محمد شوينا وعملنا لنا ممبار وحاجات حلوه، قال له لا خلاص هحاول اكل. يعني كل لقمه اقسم بالله بتنادي اكل. كنت عامله بقى ايه طبعا شويت كفته وشويت فراخ، وعملت بطاطس الشيبسي وعملت سلطه طحينه وسلطه خضراء وبألف هنا. بألف هنا ما اقدرش اقول غير بألف هنا يا رب. بألف هنا لكل اللي ضاق من الاكل. فعلا كل لقمه بتنادي اكلها، كل لقمه بتنادي صاحبها. ما تعمليش الحاجه على القد، بالذات لو انت رايحه في غيط ولا رايحه في حاجه، اعملي الحاجه وزودي كده وودي جيرانك ودي حبايبك. عملت صينيه كيكه راضي جارتك راضي صاحبتك، عملت طبق حلويات ادي جيرانك، حد جايب لك حاجه حلوه وزعي، حد جايب لك فاكهه وزعي. محدش واخد من الدنيا حاجه، محدش واخد اقسم بالله من الدنيا حاجه. الدنيا دي متفاته. مش عاوزه اديكوا طاقه سلبيه، عاوزه اديكوا طاقه ايجابيه، طاقه كلها يعني بصوا فرح وسعاده. اتمنى اشوفكم بخير واتمنى اشوفكم بسعاده واتمنى اشوفكم في احسن حال وفي احسن احوال، ويا رب يبدل حالنا من اسوأ الاحوال لاحسن الاحوال، ويا رب كفينا شر فواجع الاقدار. اللهم امين يا رب العالمين.